المدير العام للقرض الشعبي الجزائري علي قادري أن القرض الشعبي الجزائري هو أول بنك بالجزائر يفتح رأس ماله الاجتماعي ويدخل البورصة بعدما تحصل على الموافقة من قبل لجنة تنظيم عملية البورصة ومراقبتها. كما أكد المسؤول ذاته على السياسة التي ينتهجها القرض الشعبي الجزائري في مرافقة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وكذا على المستوى الدولي من خلال فتح وكالات بكل من موريتانيا والسنغال. كما يطمح إلى تعزيز حضوره على المستوى المحلي من خلال فتح فروع جديدة عبر مختلف ولايات الوطن. وعملا على تكريس سنة 2024 سنة للإصلاح البنكي وضمن مساعي إعادة تنظيم القطاعين المالي والمصرفي في الجزائر، وذلك لمواكبة التطورات السريعة التي يعرفها النظام المصرفي العالمي. انطلقت إدارة القرض الشعبي الجزائري في تنفيذ برنامجي اللقاءات مع المستثمرين، وكانت ولاية بجاية أول محطة للشرح والإعلان عن عملية فتح رأس مال البنك. روبورتاج عزوز هواري. بلغة الأرقام والبيانات الإحصائية، القرض الشعبي الجزائري يعرض فرصة الاستثمار في شراء أسهم البنك بعد حصوله مؤخرا على تأشيرة لجنة مراقبة عملية البورصة. أشكر جزيلا السلطات العليا للبلاد لحرصوا على العملية هذه، هو شيء كبير للمارشي فينونسي، وهذا يعاون كثير للاستثمار في البلد، وخاصة سنة 24 رئيس الجمهورية أكد عليها بتكون سنة اقتصادية محضة. C'est une très bonne chose. Ça va dynamiser la bourse تاعنا إن شاء الله. Ça va encourager d'autres opérateurs économiques privés ou publics باش يدخلوا لابورس هذه. تأتي هذه الخطوة الاقتصادية لمواكبة التطورات السريعة التي يعرفها النظام المصرفي العالمي، وبعث ثقافة الشفافية والحوكمة كنظامين أساسيين يعتمد عليهما النظام المصرفي والمالي بالجزائر. Les placements, enfin l'argent que vous allez mettre va permettre à la banque en fait de se développer davantage, de créer plus de richesses. Et à travers cela, ça va vous rémunérer parce que vous aurez accès à des dividendes qui sont nets d'impôts, mais également, éventuellement, pourquoi pas, si des plus-values sont réalisées, surtout que le prix de cession qui normalement était de 2500 dinars, il est décoté donc de 2300, ça vous laisse déjà une marge de gain de l'ordre de 261 dinars. Le CPA ouvre son capital à concurrence de 30%, donc c'est l'État, c'est le Trésor public qui se désengage à hauteur de 30% de son capital au profit de nouveaux investisseurs, donc qui peuvent être des privés algériens, mais aussi des investisseurs institutionnels ولا des personnes physiques ou morales. الاستراتيجية ولما لها من أهمية كبيرة تندرج في إطار السياسة التي تنتهجها الحكومة والتي يوليها رئيس الجمهورية كل الحرص، والمتمثلة في إعادة تنظيم القطاعين المالي والمصرفي في الجزائر. عملية فتح رأس المال تنطلق يوم 30 جانفي عبر كل وكالات البنوك اللي تساهم في سنديكات بلاسمون. عندنا هذه البنوك هما بنوك العمومية، 6 بنوك عمومية، وعندنا أيضا سوسيتي جينيرال، وايضا مكتب تال انفست. وهذا ان دل على شيء فانما يدل على تجسيد البرنامج الحكومي فيما يتعلق فتح راس مال البنوك، وذلك للدفع بعجله التنميه المحليه، وذلك كذلك بالدفع بالاقتصاد الوطني. هو توجه اقتصادي جديد يرمي الى تشجيع المتعاملين الاقتصاديين والمستثمرين في ان يصبحوا مساهمين في اول بنك في السوق يفتح رأس ماله للدخول إلى البورصة في سنة الإصلاح البنكي المعمق بالجزائر.